خلينا كده مع بعض نعرف ازاي اقدر اخلي شخص بالذكاء الاصطناعي بيتكلم نيابة عني. فايه رأيكم نعرف ازاي؟ السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. اتمنى كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. في حلقة النهاردة هنعرف ازاي نخلي شخص بيبقى بالذكاء الاصطناعي يتكلم نيابة عني. هيفيدك لو انت صانع محتوى وعاوز تعمل فيديو احترافي اكتر. كمان ممكن ما تظهرش وشك او كده، فده هيفيدك. المهم ان هو الذكاء الاصطناعي يتطور لدرجة بس انك انت بتزوده ببعض البيانات وهو لوحده بيعمل لك الفيديو اللي انت عاوزه بشكل سهل جدا. كل اللي بيحصل بقى في التطبيق ده انك انت بتبتدي انك انت تعمل ساين اب عادي جدا، مفيش اسهل من كده. وبعد ما بتخلص تسجيل في الموقع بتبتدي انك انت تختار شكل الشخص او القالب اللي انت عاوز تشتغل عليه. تقدر كمان بعد ما تختار شكل الشخص خلاص هتيجي ناحية التكست او النص، تمسح الموجود وتكتب الكلام اللي انت عاوز يتقال في الفيديو بتاعك. فانا مثلا كتبت الجملة دي. المميز كمان انت تقدر تخرج الصوت بتاع الفيديو ده بأي لغة انت عاوزها. في لغات كتيرة ومنها اللغة العربية، في المصرية، وفي كل البلاد العربية اللي انت ممكن تتخيلها. شخص بالذكاء الاصطناعي يتكلم نيابة عني. شخص بالذكاء الاصطناعي يتكلم نيابة عني. ده لو انت مش عاوز انك انت الفيديو يطلع بصوتك. طيب لو انت عاوز يطلع بصورة من الموقع ده ولكن عن طريق صوتك انت، فبتيجي ناحية التسجيل هنا وهتبتدي انك انت تزوده بصوتك بالجملة اللي انت كتبتها. شخص بالذكاء الاصطناعي يتكلم نيابة عني. فماذا رأيكم؟ لو انت مثلا بتسجل فيديو طويل فتحاول انك انت تكون كاتبها مثلا على موبايل او على ورقة، وتبتدي انك انت تسجل. يفضل انك انت يبقى عندك مايك صوته واضح عشان الصوت بتاعك يطلع نقي احسن حاجة. المهم بقى بعد ما بتسجل الصوت بتاعك عادي جدا، تبتدي مثلا ممكن تغير الخلفية او تغير شكل الشخص اللي كان بيتفرج، تظبط الحجم وهكذا، تغير القالب يعني. وعشان تشوف النتيجة النهائية هتحمل الفيديو عندك وهتبتدي تتفرج عليه. هتلاحظ ان هو عمل لك كل حاجة انت عاوزها. الحاجة الوحيدة اللي في الموقع ده ممكن تكون تضايقك ان هو فيه علامة مائية. العلامة المائية دي بتبقى موجودة لانك انت بتاخد الفيديو بشكل مجاني. ممكن ان هي ما تضايقكش، ولكن برضو لو انت مش عاوزها بعلامة مائية فممكن انك انت بتدفع زي اشتراك وهو لوحده بيشيلك العلامة المائية. ولكن لحد كده فالنتائج بتاعته عالية جدا، مقارنة ان هو بيقدم لك خدمة او حاجة تقدر انك انت تبني عليها محتواك او تستخدم الفيديو في اي حاجة انت عاوزها. بس كده انا تكون استفدت. متنساش تدعمني بلايك وكومنت على الفيديو ده. انا يحيى الشافعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص بالذكاء الاصطناعي بيتكلم نيابة عني. فايه رأيكم نعرف ازاي؟